هنعمل النهاردة مع بعض حشوتين للسمبوسة. طريقتهم حلوة جدا، هتعجبكم ان شاء الله. بسيطة كده وان شاء الله تبقى سهلة عليكم. هنجيب كده طاسة نحط فيها معلقتين زيت، وهنبدأ ننزل باللحمة تتحمر شوية كده. عايزة اللحمة تتحمر بس شوية، زي ما انتم شايفين كده هي بدأت تغلي. وبعدين برضو هسيبها برضو لحد ما تاخد لون. واقلب فيها كده زي ما انتم شايفين كده، انا عايزاها تتحمر شويه. وبعد كده اكون مجهزه حوالي بصلتين كبار، لان طبعا ده حوالي اكتر من كيلو لحمه. طبعا هحط بصلتين، طبعا احنا نعمل الكميه اللي احنا نحبها. هحط بصلتين، وهضيف برضو طماطمايه مع واحد فلفل. هضرب ده كله في الكبه مع بعضه كده وهقلبهم واسيب اللحمه تتعصج. طبعا لسه هنضيف بقى البهارات دي، طبعا الطماطمايه اللي قلت لكم عليها، وبعدين هضيف فلفل كمان، وهقلب كده كله مع بعضه. ونيجي بقى هنا للبهارات، هيبقى عندنا فلفل اسود، هيبقى عندنا رشه من الحبهان، كزبره، كمون، 7 بهارات، رشه جوز الطيب، بابريكا، وطبعا ملح. وانا هضيف كمان مكعب مرق، وطبعا ده اضافه من عندنا احنا لو حابين. طبعا البهارات اللي تحبوا تضيفوها للحمه دي براحتكم. بس كده انا خلصت كده اللحمه، هاخدها كده في طبق بره عشان خاطر تبرد. وهنيجي نعمل الحشوه التانية اللي هي بالفراخ. طبعا هكون عندي كده فراخ، طبعا صدور او وراك زي ما نحب. هضيف لها معلقتين من الزبادي، وطبعا اقطعها مكعبات صغيره. هضيف لها معلقه من الزيت الزيتون. طبعا هيبقى عندنا بهارات فراخ، حبهان، جنزبيل، فلفل اسود، رشه لازم يكون فيه قرفه. وطبعا هنضيف بقى هنا صويا صوص، وهنضيف دبس رمان، وهنضيف معلقه من الكاتشب، وهعصر عصره ليمون. وهقلب ده كله كده، وهسيبهم حوالي ساعة لحد ما يتبلوا. هنجيب بقى كده طاسة تاني وننزل بيها تكون سخنة، وانزل بيها بالقطع الشاورما لحد ما تتحمر معانا. واخدها بقى كمان برضو اسيبها تبرد في طبق لوحدها زي ما انتم شايفين كده. لازم أن تكون الطاسة سخنة علشان خاطر المية بتاع الفراخ ما تنزلش منها. هنيجي بقى كده على اللحمة، هتكون بردت. هنضيف لها شوية من الكزبرة الخضراء عشان بتدي ريحة حلوة جدا مع اللحمة. وهنا كده خلاص خلصنا الشاورما، هسيبها كده على جنب ان هي تبرد معانا. نجهز بقى الخليط اللي هو هنلزق بيه السمبوسة. معلقتين من الدقيق مع حوالي 3 4 معالق مية، واقلبهم كده لغاية ما يكون خليط كده نقدر ان احنا نلزق بيه. طبعا هنا الشاورما بدأت تبرد شوية. هضيف لها بقى شوية من الجبنة الموتزاريلا، وطبعا ممكن ما نضيفش، بس انا حبيت احط فيها جبنة برضو. طبعا هنجيب بقى عجينة السمبوسة دي، طبعا بنجيبها جاهزة. زي ما انتم شايفين كده بعملها على طريقة مثلث، وابدأ ان انا احشي السمبوسة واقفلها كويس. عايزة اقول لكم ان هي بتبقى تحفة جدا في الفطار في رمضان، وفي اي وقت في التلاجة. بصراحة هي حلوة جدا للولاد. ودي واحدة كمان كده هنجربها مع بعض اهو. عايزه اقول لكم ان انا ساعات بحمرها في الزيت، وساعات بحمرها في الاير فراير. عايزه اقول لكم بتبقى حلوه جدا وبتطلع مقرمشه ولذيذه. وبلزقها كده بخليط اللي احنا عملناه، وبنحطها في التلاجة بتتعان. بتفضل موجودة معانا في الفريزر طول شهر رمضان ان شاء الله. دي برضو بالفراخ اهو. وبس كده. طبعا احنا هنا كده حمرناها. عايزه اقول له بوريكم دي طبعا بالفراخ، عايزه اقول لكم تحفه. وعايزه اقول لكم ان انا محمراها في الاير فراير، شايفين اللون؟ بصراحه تحفه وطعمها حلو جدا. ان شاء الله تعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.